بسم الله الرحمن الرحيم. تابعي الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل احلى كبده اسكندراني زي بتاعه المحلات بالظبط. زي ما شفتوا حضراتكم، معايا زيت وزبده على النار سخن كويس. نزلت بالكبده، ودي اهم نقطه معايا، ان احنا ننزل يعني بالكبده ومعانا الماده الدهنيه تبقى سخنه كويس جدا عشان تاخد صدمه، ما تنزلش اي دم او اي ميه. طبعا انا غسلاها كويس ومنضفاها ومصفياها، اهم حاجه برضو مرحله التصفيه تكون متصفيه كويس جدا. وطبعا معايا الزيت والسمنه سخنه، وانا نزلت بيهم بالشكل ده، وهنقلب شويه لحد ما نلاقي الكبده كل الدم اللي فيها ضاع بالشكل الجميل ده. طبعا انا معايا شويه توم حلوين، لان التوم برضو بيديها طعم حلو كده. نزلت بالتوم ونقلب شويه، مش لازم التوم يحمر، لا لحد ايه يعني التوم ما يبقى دبلان كده يدبل وناخد ريحته الجميله مع الكبده ويبقوا معانا مصفرين. طبعا هيبقى معايا زي معلقتين 3 خل ابيض، وهنزل بيهم برضو فوق التوم. نقلب شويه وننزل معايا فلفل الوان. النهارده انا حبيت اغير شويه، حطيت الفلفل الالوان مع الفلفل الاخضر. الفلفل الالوان حلو، طعمه مسكر ولذيذ، مع طبعا حدقية الثوم والخل. وطبعا فوائده الغذائية احنا عارفينها، وفي نفس الوقت بيدينا الوان جميلة تفتح النفس مشهية مع الاكل. طبعا انا نزلت بيهم وهقلب، بس مش هقلب كتير عشان الفلفل ما يتبلش معايا، انا عايزة فيه قرمشة بسيطة جدا. مع طعمه المسكر هيبقى طعمه فوق الممتاز. طبعا معايا التوابل بتاعتي، الكبده يعني كمون معايا، شويه كزبره جافه، بيدوني نكهه حلوه قوي مع الكبده. حته ملح وفلفل برضو بسيطه، بحيث ان هي الكبده واخده توم، والتوم مديها طعم مالح شويه، فانا اكون حذره وانا بحط الملح عشان ما تملحش مني قوي. طبعا انا التقليب مستمر كده، يعني تقريبا الفلفل استوى بس ما اتهراش، في نسبة قرمشة كويسة هتديله طعم حلو في الاكل معايا. طبعا هنا في اخر حاجة قبل ما اطفي من على النار، هنزل بعصرة الليمونة دي، برضو بتفرق كتير معايا في الطعم، بتديها طعم لذيذ جدا. وطبعا انا كده مجرد ما عصرت الليمونة هطفي، برضو مش هخليها اكتر من كده. هنا الكبده بعد ما استوت، شايفين الجمال بقى، شايفين الالوان عامله شغل عالي معايا في الطبق. طبعا نزلت بيهم كده في سيرفيس صغير على قدهم بالشكل ده. هنا الكبده استوت، الفلفل استوى، الثوم معايا استوى، بس مفيش حاجه تبقى واخده زياده عن حقها تبقى متحروقه، هتغير الطعم معايا كده. عز السوا تمام. طبعا انا هخليهم يبردوا شويه. معايا شويه كزبره خضراء، بيبقى طعمها لذيذ في الاكل الكزبره. طبعا انا باجي بعد ما يعني نزلوا في الطبق، طبعا برش الكزبره كشكل جمالي وكطعم برضو معايا في الطبق، وبقوا معايا بالشكل اللذيذ ده. روعه روعه، يعني منظر جميل ومشهي. والكبده طعمها لذيذ وطعمها حرش بالثوم والليمون والكمون، طعمها لذيذ جدا، وكمان معايا الخل مدي تيست حلو قوي. والكبده منظرها بصراحه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه 10/10. الطبق كده بقى معايا وصل للفينش، الفينش بتاعه رائع بالشكل ده، والمنظر الجمالي رائع، والطعم كمان رائع. وعن ثقة وعن تجربة، يا ريت تجربوها هتعجبكم بأمانة. ولو عجبتكم جربتوها زي ما انا عاملاها كده، ما تنسونيش في دعواتكم والاشتراك في القناة واللايك والشير، واكون شاكرة جدا جدا جدا.